هذا الاعتصام ضمن سلسلة من الاعتصامات التي تقوم بها اللجنة العليا لملف متابعة ملف الأونروا، والتي تطالب الأونروا بزيادة خدماتها الصحية والتربوية والاجتماعية، وأن تقوم الأونروا بالتراجع عن قراراتها بتقليص خدمات الأونروا بما فيها الصحية والتربوية والاجتماعية والإغاثية. احنا اليوم واقفين هون ضد سياسة الأونروا، لأن الأونروا احنا من نكبة 48 اعترفت فينا كشعب فلسطيني وإلنا حق العودة إلى فلسطين، ونحن اليوم نجدد العهد ونجدد كلياتنا تضامنا مع بعضنا الشعب الفلسطيني، نقف كلياتنا يدا واحدة ضد سياسة الأونروا، لأن سياسة الأونروا بدها تلغي القضية الفلسطينية نهائيا. فإحنا هون بنقول لا مساومة على أي حق من حقوقنا كطبابة أو مجال تربوي أو مجال صحي، وبنفس الوقت بأي حق لطفل من أطفال فلسطين حتى العودة وتحرير المصير. العالم نزلت على الاعتصام كرمال توصل صوت انه في حقوق للاجئين الفلسطينيين المفروض تكون موجوده، في حقوق للموظفين داخل منظمه الأونروا تكون موجوده، الأونروا ما عم تنطي حق 100%، الأونروا يلا عم تنطي 20% من الحقوق اللي احنا المفروض ناخذها، فلهيك احنا دائما حنعتصم، دائما العالم حتنزل على الارض حتى تاخذ كل حقوقها باذن الله.